فن التلاعب بالعقول. السؤال هنا، الدوائر اللي انت شايفها دي متساوية ولا فيها واحدة أكبر من التانية؟ الدوائر دي مش متساوية، في الواقع في واحدة أكبر من التانية، والمطلوب منك دلوقتي إنك تقرر مين فيهم أكبر من التانية، الزرقاء ولا الحمراء. لو مقتنع إن الزرقاء أكبر وقف الفيديو واعمل لايك زرقاء، ولو مقتنع إن الدايرة الحمراء أكبر اعمل لايك قلب. طبعا انطباعك الأولي عن الدوائر إن الدوائر دي متساوية، وفي الحقيقة أنت انطباعك كان صح، الدوائر متساوية، وكل اللي عملته إني تلعبت في انطباعك وخليتك تشك او تغير رايك انهم فعلا مش متساويين. وده يعلمنا ان من السهل التلاعب في العقول علشان تؤمن بحاجات ضد فطرتك وغريزتك ومعتقداتك. تخيل انك اتربيت من وانت صغير على ان الدايره الزرقاء اكبر من الدايره الحمراء، وتكرر ده كتير هتقتنع وتؤمن وتعيش معتقد ان الحقيقه ان الدايره الزرقاء فعلا اكبر. وده يعلمنا ان تكرار الكذبه ممكن يأثر علينا ويخليها جزء معتقدينه حقيقة من واقعنا. ولو اتعلمت مجموعة من الناس الكذبة ان الدايرة الزرقاء اكبر من الحمراء، هتصبح جزء من الثقافة اللي بتحتوي على معلومات كاذبة جيل بعد جيل، لحد ما هتصبح جزء من العادات والتقاليد. ودي اقرب حاجة لسياسة المراحل اللي بتشتغل عليها الرأسمالية لتبديل معتقداتنا جيل بعد جيل.